عشان تتأكد إن أي سكتش بترسمه مظبوط 100% لازم يوصل لحالات الفولي ديفاين. السوليد ووركس بيبقى عارف إعداديات كل حاجة بتتقاس من سنترال بارت، بس مستني منك تأيد الحركة دي بمعلومات واضحة، سواء كانت أطوال أو علاقات بين الخطوط. والقيود دي بتنقسم لنوعين: أبعاد اللي هي dimensions، وعلاقات اللي هي relations. لازم نكون عارفين إن أي رسمة بتتكون من 3 حاجات أساسية: الفيرتكس اللي هي النقطة، اللاين اللي هو الخط المستقيم، والارك اللي هو جزء من دايرة. لما بتستخدم السمارت دايمنشن البرنامج بيفهم انت محتاج ايه. لو اخترت خط كأنك اخترت النقطتين بتوعه، البداية والنهاية والمسافة ما بينهم، سواء بشكل أفقي أو رأسي أو موازي للخط. ولو اخترت أرك تلقائيا هيفهم إنك عايز تحط نصف القطر اللي هو الراديوس. لو عايز أربط حاجتين ببعض من غير أرقام، هنا بيجي دور relations. دي أيقونات خضراء بتبان جنب الرسمة، وفي منها بيتحط تلقائي وانت بترسم. عشان تختار حاجتين مع بعض في سوليد ووركس تفضل دايس كنترول في الكيبورد وتختارهم. لو اخترت خطين مثلا تظهر لك قائمة العلاقات المتاحة بين الحاجتين اللي اخترتهم، اللي هما خطين، زي ايكوال عشان تخليهم بنفس الطول بالظبط. تعالوا نطبق ده على مربع. برنامج في الأول شايفه أندر ديفاين باللون الأزرق، يعني لو شديته بالماوس هيتحرك ويغير مقاسه. أول حاجة هفعل سمارت دايمنشن وأختار ضلع من الأربعة وأكتب 100 ودوس أوكي. دلوقتي الضلع ثبت بس الباقي لسه أزرق. بدل ما أحط أبعاد لكل الأضلاع هفضل دايس كنترول واختار الضلع اللي حددناه مع ضلع تاني جنبه، ونختار علاقة equal. مربع كله هيتحول للون الأسود وهتلاقي مكتوب تحت fully defined. عشان تتقن الموضوع محتاج تجرب كل القيود اللي ممكن تظهر بين الفيرتكس واللاين والارك مع بعض، وازاي تربط كل حاجة منهم بالتانية.